وفي ده ازاي بحبه جدا. تخيل انك دخلت اوضتك ولقيتها مش متروقه، هل الحل انك تشتري اوضه جديده؟ لا، انت محتاج بس ترتب اللي موجود جوه الاوضه. وده بالظبط اللي الجورنال بيعمله، هو مش بيقلل مشاكلك، هو بس بيرتبها وبيخلي كل مشكله في مكانها الطبيعي. وعشان كده احنا بنسميه الاكسترنال برين او الهارد الخارجي للمخ. وده السبب انك اول ما بتكتب بتحس بالراحه مع ان المشكله لسه ما اتحلتش. الغريب ان الراحه ديت مش احساس وهمي، دي لها تفسير علمي. العلماء لقوا انك اول ما بتحول الفكره بتاعتك من افكار عشوائيه لكلمات مكتوبه، العقل بيتعامل معاها بشكل مختلف. الفكره ما بقتش وحش مجهول، بقت جمله. والجملة ممكن تتحلل، ممكن تتناقش، وممكن كمان يترد عليها. وده السبب انك ممكن تكون قلقان جدا، بس اول ما بتيجي تكتب انا خايف من الامتحان بتلاقي ايدك بتكمل السطر لوحدها لان ما ذاكرتش الباب الاخير. طب ما ذاكره. وفجأة الخوف اللي انت كنت شايفه معقد بيتحول لافكار بسيطة انت مرتبها. يعني من الاخر لو انت عايز تغير حياتك مش لازم تبدأ من الفعل، ابدأ من الفكرة، والفكرة هي اللي هتجيب الفعل. والجورنال هو المكان اللي انت بتشوف فيه الفكرة قبل ما تتحول لحياة كاملة. ولو عايز تعرف اكتر ازاي تتخلص من الاوفر ثينكينج هتلاقي الفيديو كامل على قناة اليوتيوب.